بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. أهلا بيكم جريد 6، وحشتوني جدا جدا. إن شاء الله النهاردة هنحل مع بعض كل التقييمات بتاعة الترم التاني لمادة ال ICT. طبعا الملف ده أو الفايل ده شامل كل التقييمات. إن شاء الله هنقدر نحل مع بعض كل الأسئلة بكل سهولة ويسر. طبعا بنشكر الفريق أصدقاء الكمبيوتر مراجعات المتخصص على المجهود الرائع ده. وقبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد إن شاء الله. أول سؤال معايا النهاردة true or false. Number 1, artificial intelligence is the technology that enables machines to use human attributes in problem solving. قال لي الذكاء الاصطناعي هي التكنولوجيا اللي بتمكن الآلات من استخدام السمات البشرية في حل المشكلات. يعني هي مش بتحاول ان هي تقلد البشر عشان تعمل problem solving، تحل المشكلات. طبعا true. Number 2, responsibility is the ethical principle that relates to ensuring that society benefits from artificial intelligence. قال لي المسؤولية هي المبدأ الأخلاقي. خدوا بالكم من الأسئلة دي كويس. هو المبدأ الأخلاقي اللي بيتعلق بضمان استفادة المجتمع من الذكاء الاصطناعي. هنا مش بنتكلم على الريسبونسبيلتي، هنا بنتكلم على حاجة اسمها ايه؟ بنتكلم على حاجة اسمها البنفيت. فدي طبعا فورس. احنا عشان الأقواس ما نلخبطش نفسنا هنحل جنب الايه؟ هنحل جنب السؤال. Number 3, artificial intelligence tools on social media platforms can suggest people to connect with. قال لي ممكن للأدوات بتاعة الذكاء الاصطناعي في مواقع التواصل الاجتماعي إن هي تقترح أشخاص للتواصل معاهم. طبعا true. Number 4, the principle of transparency requires that the tool's designer be prepared to explain how it works. قال لي بيتطلب مبدأ حاجة اسمها ايه؟ transparency. يعني ايه transparency؟ يعني شفافية. بيتطلب ان مصمم الأداة اللي عمل أداة الذكاء الاصطناعي ان هو يشرح لنا ازاي عملها. طبعا true. Number 5, language processing tools help in drafting, writing and emails. قال لي أدوات معالجة اللغة هي اللي بتساعد في صياغة الكتابة والرسائل الإلكترونية. true. Number 6, it's ethical to deliberately omit data from a specific group of people when training artificial intelligence tools. قال لي من المبادئ الأخلاقية إن يتم إهمال مجموعة أو بيانات مجموعة معينة من الناس متعمد. يعني حاجة أنا بعمل الحاجة دي متعمد لما باجي أدرب الناس على أدوات الذكاء الاصطناعي. طبعا false. Number 7, e-commerce is the process by which goods and services are bought and sold online. قال لي التجارة الإلكترونية هي العملية اللي بيتم فيها بيع وشراء السلع والخدمات عبر الإنترنت. true. Stocks that give you an ownership stake in a company are called bonds. قال لي بتسمى الأوراق المالية اللي بتمنحك حصة ملكية في الشركات بالبوندس الصكوك. طبعا فولس. هنا انا بعتبر ان انا نفسي كلام. طالما قال لي كلمة ستوكس يبقى انا بتكلم على حاجة اسمها ايه؟ بتكلم حاجة اسمها شيرز. كلمة شيرز يعني ايه؟ شيرز يعني الاسهم مش بوندز. Number 9, when you buy a share in a company you become a lender to that company. هو برضو السؤال ده غلط. ليه؟ قال لي لما باجي اشتري سهم في شركة انا كده يعني بقيت مقرض بنسبة معينة لهذه الشركة. يعني هتطلع قرض معين للشركة. هنا كده لا، هنا ما بتكلمش على شير، انا هنا كده بتكلم على ايه؟ بتكلم على بوند. عشان كده هتبقى دي فولس برضو. Number 10, what an
and visitor should consider when choosing companies to support the environment is that the company is environmentally friendly and follows ethical standards. يعني ايه؟ قال لي ان المفروض المستثمر بيراعي في الشركات اللي بيختارها ان هي بتدعم البيئة، ان تكون الشركة دي صديقة للبيئة وبتتبع القواعد الأخلاقية. طبعا true. 11. The function of online compression sites is to remove unwanted products. قال لي وظيفة مواقع المقارنة الإلكترونية إن هي بتحذف المنتجات الغير مرغوب فيها. طبعا false. هنا بتعمل مقارنة ما بين المنتجات، جودتها، أسعارها، وهكذا. 12. Smart search engines are among the most important artificial intelligence tools that help users on the internet. قال لي محركات البحث الذكية بتعتمد على أدوات الذكاء الاصطناعي، وطبعا المستخدم بيستخدمها عبر شبكة الإنترنت. طبعا true. 13. The best way to communicate if you need a detailed and professional explanation of a problem is via email. قال لي أحسن طريقة أو أفضل وسيلة للتواصل لو كنت أنت عايز شرح تفصيلي ومهني لمشكلة ما هي البريد الإلكتروني. طبعا true. 14. Social media messages are always the best way to deliver accurate and professional information. طبعا false. طب ايه السؤال ده؟ قال لي رسائل مواقع التواصل الاجتماعي هي الطريقة الأنسب دايما علشان أقدم معلومات دقيقة ومهنية. طبعا false. ما بستخدمش السوشيال ميديا في ان انا اجيب المعلومات بتاعتي، اكيد لا طبعا. 15. When you buy a share in a company you become a lender to that company. السؤال ده اتكرر تاني. قال لي لو انا لو اشتريت سهم في الشركة انا دلوقتي اصبحت لندر. كلمة لندر يعني ايه؟ كلمة لندر يعني ان انا اقرضت للشركة دي، عطت لها فلوس، يعني اقرضتها فلوس. طبعا ده الكلام ده مش مظبوط، الكلام ده غلط. The most important element for enabling the receptions to quickly identify the message purpose in an email is the message subject. سؤال جميل جدا. قال لي العنصر اللي أكثر أهمية علشان أخلي المستلم يحدد الهدف من الرسالة بسرعة من البريد الإلكتروني هو عنوان الرسالة subject. طبعا true. قال لي online consumer reviews are a helpful tool for evaluating product quality before purchase. قال لي تقييمات المستهلكين عبر الإنترنت بتعتبر أداة مساعدة في تقييم جودة السلعة قبل الشراء. true. 18. Email is a random means of communication. قال لي ان تعتبر الايميل البريد الالكتروني وسيلة تواصل عشوائية. طبعا فورس. طب انا هنا بتكلم على ايه؟ يعني المفروض ان انا بريد الكتروني هيبقى على طول فورمال بقى، وبجيب جنب ايميل كلمة فورمال، رسمي، وسيلة تواصل رسمية. 19. To create a new meeting you need to click on the new meeting option. قال لي علشان اعمل اجتماع جديد المفروض ان انا بحتاج ان انا ادوس على اختيار new meeting. برضو true. 20. Instant chat is the process that enables you to obtain a copy of the meeting after it has ended. قال لي الدردشة الفورية هي العملية اللي بتخليني احصل على نسخة من الاجتماع بعد انتهائه. طبعا false. انا كده المفروض بتكلم على recorded ايميل او ايميل مسجل، سوري، يعني لو انا عايزة اسجل الاجتماع بتاعي مش هسجله عن طريق الانستنت تشات، لا ده انا بعمل زي ريكورد للاجتماع بتاعي، الميتنج بتاعي، وببعته بعد ايه؟ بعد الميتنج ما بيخلص.
21 if you are a participant you should turn off your camera and microphone when you don't need to use them at the moment. قالك لو انت كنت من المشتركين لازم ان انت تقفل الكاميرا والميكروفون لما ما تكونش محتاجهم في اللحظة دي. طبعا true. 22 the email sent after the conference is a follow-up email. الايميل اللي بيتبعت بعد مؤتمر الفيديو بسميه follow-up email. طبعا true. طب يعني ايه follow-up email؟ يعني ايميل المتابعة. طيب نشوف اللي بعديه. Video conferencing allows for direct written communication. قال لي مؤتمرات الفيديو بتسمح بالتواصل المكتوب المباشر، يعني أنا ممكن أكتب أثناء التواصل. طبعا true. 24 inappropriate behavior during a video conference is unacceptable and should be avoided. قال لي السلوك الغير مناسب أثناء مؤتمر الفيديو بيعتبر غير لائق والمفروض إن أنا أتجنبه. طبعا true. 25 if the message file is corrupt appears this means that the keyboard is not working. يعني لو ظهر لي رسالة إن الملف تالف ده معناه إن الكيبورد لوحة المفاتيح مش بتشتغل. طبعا سؤال مضحك غلط. 26 if you forget your password you must guess it in order for it to work. قال لي لو انا نسيت كلمة المرور لازم ان انا اقعد اجرب اكتب كلمة كذا كلمة سر وقبل ما الاقيها، يعني اقعد اخمن. طبعا فورس. انا عندي ببساطة في كلمة اسمها نسيت كلمة السر او forget password. 27 JavaScript language is used to create static web pages only. قال لي جافا سكريبت لغة، طبعا دي لغة من لغات البرمجة بستخدمها علشان أنشئ صفحات ويب ثابتة فقط. طبعا false. Number 28 when attempting to delete a file that cannot be deleted check if it contains any special characters. قال لي لما باجي احاول احذف ملف مش عاوز يتحذف لازم اتاكد اذا كان ممكن يكون في الملف نفسه رموز مميزه. طبعا true. 29 the best way to protect files from permanent loss is to save them to cloud storage. قال لي افضل طريقه عشان احمي الملفات من ان هي تضيع بشكل دائم هي حفظها على حاجه اسمها cloud storage التخزين السحابي. طبعا true. HTML programming language عندي لغه برمجه اسمها HTML creates the page structure and JavaScript adds interactivity and animation to it. قال لي ان انا بستخدم لغة البرمجة HTML علشان انشئ هيكل الصفحة وبضيف عليها لغة تانية اسمها جافا سكريبت علشان اضيف لها الحركة والتفاعلية. طبعا true. 31 to make an image appear to be moving or to have motion blur we use special effect filters. علشان اخلي الصورة اكنها بتتحرك او فيها ضبابية حركة بستخدم المؤثرات الخاصة الفلاتر. طبعا true. 32 the popular program used an alternative to GIMP is Microsoft Word. قال لي البرنامج الشهير اللي بستخدمه كبديل للجيمب هو مايكروسوفت وورد. طبعا فولس. انا ممكن استخدم في برنامج اسمه ادوبي بس ده بيكون يعني مش فري مش مجاني زي جيمب. 33 two images can be merged into one by editing the images. قال لي سؤال حلو جدا. قال لي ممكن ان انا ادمج صورتين علشان اخليهم صورة واحدة لما اجي اعمل تحرير للصور. طبعا true. 34 if the image has a flow or
defect due to camera light. Image editing helps to correct it and restore it to its original state. قال لي لو كانت الصورة فيها عيب أو فيها شوائب بسبب ضوء الكاميرا، فممكن ان انا استخدم برنامج تحرير الصور علشان اصححها وان انا اعيدها ان انا استخدمها مرة اخرى. طبعا true. شوف مع بعض 35. The rule of artificial intelligence in photo editing software is to organize and customize colors. قال لي دور الذكاء الاصطناعي في برامج تحرير الصور هو تنظيم وتخصيص الألوان. طبعا true. 36. You can combine images to use in your presentation. قال لي إن أنا ممكن أدمج الصور في العرض التقديمي. true. 37. The main goal of photo editing is to change photos and make them look more attractive. قال لي الهدف الرئيسي من تحرير الصور هو تغيير الصور وان انا اخليها تبدو اكثر جاذبية. true. 38. You can use color grading if you want to make your image look old or have a blurry motion effect. قال لي ممكن ان انا استخدم حاجة اسمها تنظيم الالوان لو انا عايز اخلي الصورة بتاعتي اكنها قديمة او فيها ضبابية حركة. برضو true. 39. Color correction is the process that makes two different images appear as one image in a presentation. قال لي تصحيح الألوان هي العملية اللي بعملها علشان أخلي صورتين مختلفين. لو خليت صورتين مختلفين مع بعض أخليهم أكنهم صورة واحدة في العرض التقديمي بتاعي. طبعا فولس. يعني هنا بتكلم على إيه؟ على البلندنج، على الدمج، مش color correction، مش تصحيح الألوان. 40. Processing the software is the what is required for the user to use GIMP. قال لي شراء البرنامج هو الشيء اللي بيتطلبه استخدام GIMP من المستخدم. طبعا فولس. البرنامج ده ماله for free، مجاني، ما بيتطلبش مني اي فلوس علشان اشتري اي حاجه جوه البرنامج. 41. GIMP is open source because it's not free. قال لي ان GIMP برنامج مفتوح المصدر عشان كده هو غير مجاني. طبعا فولس. ونص السؤال صح ونصه غلط. هو طبعا free مش not free. 42. Filters is another name given to special effects in photo editing software. قال لي الفلاتر هو الاسم التاني اللي بحطه او بطلقه على المؤثرات الخاصة في برامج تحرير الصور. طبعا true. 43. You can book a doctor's appointment online without having to go to the clinic. سؤال جميل. قال لي ممكن ان انا احجز ميعاد علشان ازور الطبيب بتاعي عبر الانترنت من غير ما احتاج ان انا اذهب للعيادة. طبعا true. 44. Proposing a new idea for an application design is a form of innovation. قال لي اقتراح فكرة جديدة لتصميم تطبيق يعد نوعا من الابتكار. برضو true. 45. Technology contributes to increase the carbon emission in the environment. قال لي بتساهم التكنولوجيا في زيادة انبعاثات الكربون في البيئة. طبعا دي بتعمل لها decrease مش increase. 46. There is no difference in time or effort between traditional booking and online booking. قال لي مفيش فرق ولا في الوقت ولا في المجهود ما بين طرق الحجز التقليدية وطرق الحجز عبر الانترنت. طبعا فولس. يعني لو انا عايزه اعمل اونلاين بوكينج حجز عبر الانترنت ده بيوفر لي فيه التايم وكمان الايفورت الجهد. 47. A school bus tracking app helps students to organize their time and arrive on time.
قال لي بيساعد تطبيق تتبع الأتوبيس بتاع المدرسة بيساعد الطالب على تنظيم وقته والوصول في موعده المحدد. true. 48 if a transportation company adopts electronic payment instead of cash this increase fuel consumption. قال لي لو اعتمدت شركة نقل على الدفع الإلكتروني بدل من الفلوس، يعني بدفع بالمحفظة بدل ما ادفع فلوس كاش، ده بيزيد من استهلاك الوقود. طبعا فولس، كلام ملوش أي أساس من الصحة. 49 the operating system in Apple mobile device is iOS. قال لي نظام التشغيل في أجهزة أبل المحمولة هو iOS. طبعا true. 50 the iPhone app store is called the Play Store. قال لي ان انا لو عايز اشغل او افتح متجر تطبيقات على اجهزه الايفون، التطبيق ده اسمه بلاي ستور. طبعا غلط، هو اب ستور. 51 to change the device language go to the app store. قال لي لو انا عايز اغير لغه الجهاز بروح للاب ستور. الاب ستور ده انا بشتري منه او يعني سوري بنزل منه الابلكيشن. لا طبعا بروح للايه، بروح للسيتنج، عشان كده هقول له برده فولس. 52 when installing a new program on your computer you must follow the installation steps. قال لي لما باجي اثبت برنامج جديد على الكمبيوتر المفروض ان انا اتبع تعليمات او الخطوات، طبعا خطوات التثبيت. طبعا true. 53 the computer's operating system is responsible for running programs and organizing the device. قال لي نظام التشغيل للكمبيوتر هو المسؤول عن تشغيل البرامج وتنظيمها داخل الجهاز. طبعا true. 54 the place from which you can download application on the phone is the file manager. قال لي المكان اللي ممكن ان انا انزل فيه التطبيقات على الهاتف هو مدير الملفات. طبعا فولس. نشوف مع بعض تاني اسئله معانا النهارده. choose the correct answer. Number 1 which artificial intelligence tool is used to protect your email from malicious messages. قال لي انهي من ادوات الذكاء الاصطناعي بستخدمها علشان احمي البريد الالكتروني من الرسائل الخطيره. الاجابه هلاقيها في السؤال ايه هي؟ ايميل فلترز، فلاتر البريد الالكتروني. Number 2 if artificial intelligence is collecting your personal information the principle not must be applied. قال لي لو الذكاء الاصطناعي جمع معلومات شخصية عنك فيجب ان هو يطبق مبدأ ايه؟ مبدأ الخصوصية. طب فين كلمة الخصوصية؟ اولا في كلمتين معناهم الخصوصية اللي هي confidently او privacy. Number 3 what is the importance of reviewing the official websites of companies before investing in them. قال لي ايه هي اهمية مراجعة المواقع الالكترونية الرسمية للشركات قبل الاستثمار فيها؟ يعني لو انا عايز استثمر في شركة ايه الحاجات اللي هراجعها قبل ما استثمر في الشركة دي؟ ان انا اتأكد ان الشركة دي بتتبع القواعد الاخلاقية. يبقى فين؟ قال لي اهي على طول to verify the company's ethical standards. Number 4 what do smart search engines use to rank the results that suit you. قال لي ايه ماذا اللي بتستخدمه محركات البحث الذكية علشان تصنف النتائج اللي هي بتناسبك؟ طيب خلي بالكم السؤال ده حلو جدا. اولا انا هلاقي برضو الاجابه في السؤال. اولا سيرش انجينز يعني محركات البحث، يعني بعمل ايه؟ بعمل بحث. فعشان اعمل بحث عن حاجه او استخدم محركات البحث زي جوجل مثلا لازم ادخل على براوز معين عشان استخدم الايه السيرش انجين دي. فهقول له your browsing preference and past behavior
قال لي بيعتمد على ايه بقى؟ بتعتمد على ايه محركات البحث؟ بتعتمد على تفضيلاتك وسلوكك السابق في التصفح. يعني هي قبل كده انت عملت بحثت عن حاجه معينه، هتلاقي مجرد ان انت بتكتب اي حاجه بيجيب لك كل الحاجات اللي انت بحثت عنها قبل كده. Number 5. What is AI powered chat programs on on website called؟ قال لي بسمي برامج الدردشة اللي بتشتغل بالذكاء الاصطناعي على موقع الويب ايه؟ الإجابة برضو في السؤال طبعا التشات بوتس. يعني ايه تشات بوتس؟ يعني نوافذ الدردشة الآلية أو روبوتات الدردشة. Number 6. What part of the email should you specify the purpose of your message from the beginning؟ قال لي ايه هو الجزء اللي بيجي في البريد الالكتروني وفيه بحدد فيه هدف الرساله من البدايه. طبعا انا بتكلم على ايه؟ عنوان الرساله. يعني ايه عنوان الرساله؟ subject of the message. Number 7. What is the necessary procedure that must be done before joining the conference to avoid technical problems؟ سؤال جميل جدا. قال لي ايه هو الاجراء الضروري اللي انا بعمله طبعا امتى؟ قبل ما ادخل للمؤتمر علشان اتجنب المشاكل التقنيه، ان انا اتحقق من ان انا متصل بالانترنت وان الكاميرا والمايك شغالين كويس. يبقى هقول له check your internet connection، التأكد من توصيل الانترنت، and ensure your camera and microphone are working، وان انا يعني اتأكد ان الكاميرا والمايك شغالين كويس. Number 8. mention one type of digital tool used in video conference. قال لي قول نوع من الادوات الرقميه اللي بستخدمها في مؤتمرات الفيديو. طبعا انا بستخدم جوجل ميت. Number 9. what is the best option to protect files from preempted loss؟ قال لي ايه هو افضل اختيار علشان احمي الملفات من الضياع بشكل دائم؟ ان انا احفظها على الكلاود ستورج. يبقى save it to cloud storage اللي هي الحوسبة او التخزين السحابي. Number 10. in your opinion why should password be strong and unique؟ قال لي من رأيك ايه اللي المفروض اعمله لما اجي اكتب كلمات مرور قوية وفريدة؟ بعملها ليه؟ قال لي علشان احمي فين بقى؟ قال لي save the file to the سوري انا دخلت على السؤال اللي بقى to protect the account from hacking. ان انا بعمل الباسورد ده علشان احمي الاكونت بتاعي من الاختراق. 11. what is the name of the process that makes two different images appear as one image in a presentation؟ ايه هي العملية اللي بعملها علشان اخلي صورتين مع بعض اكنهم صورة واحدة في العرض التقديمي بتاعي؟ طبعا image blending، دمج الصور. 12. image enhancement means correcting نقط and restoring colors to their original state. السؤال ده برضو كرر تاني بس في الصح وغلط. قال لي تحسين الصور معناه ان انا بصحح وبرجع الالوان اللي اصلها. طبعا بصلح الشوائب. يعني ايه شوائب؟ يعني bugs. 13. what is the role of artificial intelligence in image editing program؟ قال لي ايه هو دور الذكاء الاصطناعي في برامج تحرير الصور؟ ان هو طبعا بينظم لي وبينظم الالوان. يعني ايه بينظم الالوان؟ طبعا اهي adjust and customize colors، تنظيم وتخصيص الالوان. 14. mention a flaw that may appear in the image and that you can correct by editing change the color.
قال لي اذكر عيب ممكن يظهر في الصورة وممكن ان انا اصححه بالتحرير او ان انا اغير اللون. طبعا الشوائب او ضوء الكاميرا الزائد فهقول له كاميرا blemishes or excessive light. 15. One of the benefits of booking online for everyday service. قال لي واحد من فوائد الحجز عبر الانترنت في الخدمات اليومية. طبعا اكتر فايدة بس يعني باخدها من ان انا احجز عبر الانترنت اي حاجة ان هي بتوفر لي الوقت والجهد يبقى saving time and effort. 16. The tool that helps the driver find the best route to avoid traffic is part of a system. قال لي الأداة اللي بتساعد السواق في معرفة أفضل طريق علشان يتجنب الزحام هي جزء من نظام الإيه؟ طبعا navigation and routing يعني الملاحة والتوجيه. 17. To change the screen background we use نقط. قال لي علشان اغير خلفيه الشاشه انا بستخدم ايه من الايه من يعني ان انا محتاج ان انا اغير الشاشه فلازم اروح للاعدادات. فين الاعدادات؟ احنا هنا بنتكلم على الكمبيوتر بروح على الكنترول بانل لوحه التحكم. 18. Which of the following is not an operating system. مين من دول مش بعتبره نظام تشغيل؟ طبعا الفيسبوك. وبكده نكون خلصنا مراجعة الحمد لله الترم الثاني لمادة الاي سي تي لجريد 6. يا رب اكون قدرت اوصل لكم اكبر قدر من المعلومات. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد ان شاء الله. السلام عليكم.